السلام عليكم ورحمة الله. الخبير التحكيمي جمال الشريف ينفعل على الهواء مباشرة بعد مباراة المغرب وفرنسا ويكشف المؤامرة على المنتخب المغربي. ولكن قبل أن نبدأ، عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد الفوز الغير مستحق للمنتخب الفرنسي على المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم، خرج الخبير التحكيمي جمال الشريف على الهواء منفعلا على حكم المباراة، الحكم المكسيكي المرتشي، حيث قال جمال الشريف: لا تحدثني عن أخطاء لاعبي المنتخب المغربي، ولكن حدثني عن كيف كان حال التحكيم في المباراة. هذا الحكم المرتشي لو كان احتسب ركلتي الجزاء لصالح المنتخب المغربي في الشوط الأول للمباراة لكان فاز المنتخب المغربي، لكن هذا الحكم الفاسد المرتشي لم يحتسب أي ركلات جزاء للمنتخب المغربي.